ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وباحسن حال، وحشتوني جدا جدا. هنتكلم النهارده عن الروتين اليومي مع استخدام الهيالورونيك والريتينول وفيتامين سي او اي وايتنج سيروم انت بتستخدميه. طبعا الروتين اليومي بينقسم الى روتين صباحي وروتين مسائي. هتكلم معاكم باختصار ايه خطوات الروتين الصباحي والروتين المسائي بتاعنا، بحيث ان انت تبقي عارفه خطوات استخدام المنتجات بتاعتك. اول حاجه بتستخدم الغسول، وطبعا بتستخدمي الغسول المناسب لنوع بشرتك ان كانت بشره جافه او دهنيه او مختلطه. تاني خطوه على طول بتكون التونر، وانا بفضل يكون التونر طبيعي، يعني من ميه الورد او الميه او منقوع لبان الذكر، بنحطه في بخاخ في الثلاجه فبستخدمه وهو ساقع، فبيشتغل نفس شغل التونر من غير ما اتجه للمنتجات اللي فيها كيميكال. تالت خطوه ودي مهمه جدا وهو الهيالورونيك. بستخدم الهيالورونيك على بشره منديه. لازم كل العملاء عندي عارفين ان الهيالورونيك اسيد بيوضع على بشره منديه، ويفضل لو عملنا له مساج. طيب الخطوه اللي بعد الهيالورونيك اسيد وهي فيتامين سي او الوايتنج سيروم. وبعد الخطوه دي لو البشره جافه فقط، اصحاب البشرات الجافه فقط هيستخدموا كمان كريم مرطب زي كيو في، سيتافيل، سيروفي، اي منتج، بيبانسين، اي منتج انت بتحبيه ده كريم مرطب حطيه، لان بشرتك جافه مش هيبقى مناسب ليها فقط الهيالورونيك اسيد. واخر خطوه ضروريه جدا وهو الصن بلوك. مهم جدا الصن بلوك، حتى لو احنا في البيت مادام هنتعرض الانوار، هنتعرض للبوتاجاز، يبقى ضروري جدا الصن بلوك. طيب بالليل بقى تعالوا بينا على الروتين الليلي. بقى على الروتين الليلي اللي ناس كتيره جدا مش بيبقوا عارفين يستخدموا ايه قبل ايه. اول حاجه يا حلوين، لو انا هستخدم الهيالورونيك اسيد فمناسب جدا تعملي نفس اللي عملتيه الصباح: غسول، تونر، بشره منديه، هيالورونيك، وايتنج سيروم، وتدخلي تنامي. طيب لو انا هستخدم بقى الريتينول في الروتين بتاعي، الروتين هيختلف شويه. هيبقى غسول بدون غسل قوي للبشره. ليه؟ انا بغسل غسله واحده وما تكونش قويه للبشره عشان ما هيكش البشره، لان اوريدي هستخدم الريتينول وهو مقشر. طيب الخطوه اللي بعدها على طول بنشف البشره بشكل تمام، شكل جاف، يعني بخلي البشره جافه تماما 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 قبل الريتينول. وبعد كده ببدا مش هقول زي ما الكل بيقول اول اسبوع مع استخدام الريتينول مره واحده، تاني اسبوع مرتين، لا. هقولك اني محتاجه بس مكان صغير كده تعملي عليه تيست وتشوفي تحسس البشره معاكي ايه. لو البشره ما تحسستش ما شاء الله تمام، يبقى الاستخدام العادي على بشره جافه تماما. يستخدم حوالي 4 ل5 نقط مش اكتر من كده، وبيكفر البشره بالكامل ما عدا حوالين العين وحوالين الشفايف. وبعد ساعه من استخدامه نحط الهيالورونيك وتدخلي تنامي. طيب